مونديال. منتخب مصر وصل بنسبة 100% لكأس العالم بأمريكا. ألف مبروك لمنتخب مصر وألف مبروك للشعب المصري. تابعني وإن شاء الله هقول لك حاجات مفيدة جدا في الحلقة ديت عن منتخب مصر وعن الأحداث اللي حصلت بعد انتهاء مباراة منتخب مصر، سواء منتخب مصر الأول أو منتخب مصر الثاني اللي فاز على تونس 3-0. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج روبي سبورت. مبروك 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 وكمان مبروك وكمان مبروك من عندي لمنتخب مصر. منتخب مصر الأول اللي إن شاء الله وصل بنسبة 100% لكأس العالم، لأنه هيفضل له نقطة واحدة وإن شاء الله يعني النقطة دي هتبقى سهلة إن إحنا نجيبها. قدامنا مباراتين، واحدة جيبوتي واحدة غينيا بيساو، والاتنين إن شاء الله احتمالية كبيرة جدا هيكونوا على أرض مصر. ومبروك التانية لمنتخب مصر التاني اللي لعب تاني ماتش مع تونس وقدر لتاني ماتش الحمد لله ان هو يفوز على تونس، بس المرة دي بنتيجة 3-0 بأقدام يحيى زكريا لاعب غزل المحلة، وميدو جابر لاعب النادي المصري، ومصطفى سعد ميسي لاعب نادي زد اف سي. طبعا بعد انتهاء المباراة بتاعت مصر وبوركينا فاسو اللي مصر تعادلت فيها، ظهرت انتقادات كتير كابتن حسام حسن وكابتن ابراهيم حسن والجهاز الفني. ناس طالعه تقول الفرحه الهستيريه بتاعتك يا كابتن حسام، انت فرحان كده ليه؟ يا كابتن ابراهيم انت بتعيط. يا جماعه الناس ليها حق، الناس بقى لها فتره في انتقادات، وبعدين انت مش كل يوم يعني بتوصل كاس عالم، يعني ما احنا جربنا الاجنبي وجربنا الشرقي والغربي وكل مره كنا بنيجي على اخر ماتش الفيصل وما بنصعدش. فالحمد لله طبعا ان احنا قدرنا ان احنا نعدي المجموعه بتاعتنا، ومفيش حاجه اسمها يا جماعه فرقه سهله وفرقه صعبه والمجموعه بتاعتك اصلا كانت سهله. لا، طب احنا شفنا فرق كتيره وقعت. عندك الكاميرون وقعت اخر ماتش قدام الكاب فيردي، وبنسبه كبيره كده فقدت الامل في التاهل المباشر لكاس العالم. عندك نيجيريا نفس الكلام، عندك فرق كتير. غانا مهدده، عندك فرق كتير جدا مهدده ان هي ما توصلش كاس العالم، والفرق دي كانت من الفرق اللي بتوصل كاس العالم بشكل مستمر وشكل كبير. الشعب يفرح والناس تفرح. كابتن حسام حسن عليه بعض الرتوش كده او بعض الحاجات الغريبة اللي مش مفهومة، بس يعني ان شاء الله ان هو يقدر يتدارى الموضوع دوت، وان هو يقدر يصلح من الاخطاء اللي حصلت واللي ظهرت في المباريات اللي فاتت. من ضمن بقى الحاجات الكوميدية اللي الواحد سمعها بعد انتهاء المباراة بتاعة منتخب مصر وبوركينا فاسو، موضوع مصطفى محمد. طبعا نص الشعب اجمع ان حسام حسن قعد مصطفى محمد علشان الراجل ما رضيش يمضي في النادي الاهلي، فعشان الاهلي طبعا منظومه كبيره وهي المسيطره على الكره في مصر وهي المسيطره على الاتحاد فبالتالي مسيطره على حسام حسن، فبالتالي فهو قالوا له خلي بالك مصطفى محمد ده ما يلعبش، هو هيلعب لو لعب براحتك بقى. والنص التاني بيقول ان حسام حسن بيعاقب مصطفى محمد علشان من ساعة ماتش سيرليون اللي طلع فيه بدله وحصل فيه مشكلة، والتلفظ بألفاظ او كما يقال يعني ان هو اعترض على التغيير، فهو بيعاقبه من ساعة ما جابه ان هو بيقعده دكة او ان هو ما بيلعبوش. طبعا يا جماعة مفيش الكلام ده في كرة القدم، يعني مفيش مدرب مهما كان هيكون عنده لعيب هيفيده وهيجيب له مكسب وهيقعده بره. طب هو لو بيعاقب مصطفى محمد مش هيختاره اصلا، مش هيجيبه اصلا. تمام، هتقول لي لازما يجيبه علشان ده راجل محترف راجل. لا، لو هو هيعاقبه ما هو باين قدام الشعب كله مثلا الموقف اللي حصل معاه، فهو بيستبعده مثلا اخلاقيا، لكن الراجل بيضمه لمنتخب مصر في كل تجمع وبيلعب. هو بس العيب اللي على كابتن حسام حسن حته تاخيره في نزول مصطفى محمد. مصطفى محمد من اللعيبه الهجامه، من اللعيبه السريعه، من اللعيبه اللي تقدر تخطف في لحظه. هو يعني في ساعات كده بيبقى عشوائيات زي ما حصل في اخر 10 دقايق اللي نزلهم. الراجل نزل في 10 دقايق بالظبط اكتر من 4 فرص، منهم فرصتين ممكن يكونوا محققين، ممكن يقدر يجيب منهم اجوال. بس طبعا الراجل كان نازل ممكن تكون 10 دقايق مش شايف مش فايق، ما سخنش كويس، بس هو لعيب هجام وبيقدر يوصل للمرمى في اسهل طريقه. وان شاء الله موضوع مصطفى محمد وموضوع ان هو يلعب ده ان شاء الله هتيجي وهتتحل مع كابتن حسام حسن.
برضو كابتن حسام حسن كان عنده شوية مشاكل كتيرة جدا، ودي ظهرت بعد إصابة حمدي فتحي، وطبعا إصابة مهند لاشين وعدم جاهزيته للقاء. اختيارات نص الملعب يا كابتن حسام، الناس مش بتنتقدك من أجل الانتقاد، احنا بنتكلم بس ان الاختيارات بتاعت حضرتك لازم تكون منصفة وعادلة وتكون في صالح المنتخب. يعني ايه ان انا اخد لعيبه نص ملعب ما لعبهاش؟ تمام. عندي حمدي فتحي اتصاب، طب الطبيعي مين اللي هيلعب؟ انت واخد دونجا، فالطبيعي ان دونجا هيلعب. طب انت ما لعبتش دونجا واستعنت بمروان عطيه اللي هو كان بنسبه 50 50، يا يلعب يا ما يلعبش، ولو لعب بنسبه 50 50 ممكن ما يكملش الماتش. بس الحمد لله مروان عطيه لعب وقدر يكمل الماتش وكان من نجوم المباراه. طيب يعني افرض مروان عطيه ما قدرش يكمل الماتش، كانت إيه اللي كان هيحصل في الماتش؟ الراجل كان شايل نص الملعب، ما كانش عندك بدائل تانية. مهند لاشين انت بتقول ان هو كان مصاب ونزل في اخر 10 دقايق. عندك احمد نبيل كوكا، الراجل انت واخده كباك شمال لعبته نص ملعب. تمام، فين الاختيارات؟ طب انت حصل عندك عجز في نص الملعب، عندك لعيبه واخدها يعني مجامله فمش هتلعبها، خايف تلعبها ومش هنقول اسمه عشان بس محدش يزعل بس من اخواتنا الزملكاويه. هو لاعب بيلعب في نص الملعب يعني، عشان بس مش هنقول اسمه. آه انت الراجل زي ده اخدته، طب ليه ما استعنتش بلعيب تاني من لعيبه منتخب مصر التاني؟ في حاله لما عرفت ان حمدي فتحي اتصاب كنت خدت واحد من نص الملعب كان يسند معاك، يا عم ما تلعبوش، خليه بره معاك كورقه لو احتجتها. عندك اكرم توفيق، عندك النني، عندك السوليه، يعني اي لاعب من اللعيبه ديت كنت هتقدر ان انت يبقى عندك ارتاحيه في التغييرات، في ان انت آه تمشي الماتش زي ما انت عايز. طبعا الحمد لله طبعا في الاول وفي الاخر ان الماتش خلص على كده، والحمد لله ان احنا اتعادلنا مع فرقه زي بوركينا فاسو. فرقه خلي بالكم مش فرقه سهله ومش فرقه وحشه، ومحدش يفتري او يقول لك ده نص الملعب بتاعهم سعيد سومبري وبلاتي توريه. احنا بلاتي توريه ده من افضل اللعيبه اللي عندنا في الدوري المصري، وكل الناس بتتمنى ان هو يكون في اهلي او زمالك. وسعيد السومبوري راجل موجود من زمان جدا في الدوري المصري، ومن اللعيبه الجامده جدا اللي موجوده في الدوري المصري، بالاضافه ان هم معاهم لعيبه كتيره جدا، لعيبه محترفه في الدوري الفرنسي والدوري الانجليزي والدوري الالماني. فالموضوع مش سهل، وبتلعب على ارضهم بعد رجوع من وقت كبير جدا كانوا محرومين من اللعب على ارضهم في وسط جماهيرهم، فالموضوع كان صعب. فالحمد لله على التعادل، والحمد لله على الصعود بنسبه 100% ان شاء الله في المباريات الجايين. آه، يا ريت بس يا كابتن حسام ان انت تسمع شويه للشعب وتسمع للناس، وان انت تبدل شويه افكار وقناعات عن بعض اللعيبه، وان شاء الله منتخب مصر نشوفه في بطوله افريقيا بشكل تاني، وان شاء الله يكون منافس شرس على بطوله افريقيا. احنا لازما نروح بطوله افريقيا مش ضيف شرف. منتخب مصر عمره ما كان ضيف شرف، منتخب مصر ان شاء الله يروح بطوله افريقيا وينافس على البطوله، وناخد البطوله ان شاء الله من قلب المغرب. نسيبنا بقى من منتخب مصر الاول ومن كابتن حسام حسن واللي حصل، ونيجي نبص على منتخب مصر التاني. منتخب مصر التاني بقيادة كابتن حلمي وطولان الحمد لله قدر لتاني مرة على التوالي في ظرف أسبوع إن هو يفوز على منتخب تونس، بس المرة دي بنتيجة 3-0. أحرز الأهداف يحيى زكريا لاعب غزل المحلة، ومصطفى سعد ميسي لاعب زد اف سي، وميدو جابر لاعب النادي المصري. منتخب مصر الثاني وكابتن حلمي طولان كانوا عاملين حلقه جميله جدا. طبعا كابتن حلمي طولان اختار مجموعه من اللعيبه اللي موجوده في الدوري المصري مع بعض اللعيبه المحترفين اللي بتلعب في الدوريات العربيه زي النني واكرم توفيق الحمد لله كان في تناسق وتآلف ما بين اللعيبه، وبالرغم من التجمع القليل جدا اللي كان ما بين اللعيبه ديت، ولعيبه ظهرت بشكل كويس جدا وشكل شرس جدا ويطمنك ان في عندنا لعيبه كويسه ممكن تقدر تعمل حاجه في بطوله كاس العرب اللي هتقام في قطر ان شاء الله في شهر ديسمبر الجاي. وان انت تكسب منتخب زي منتخب تونس مرتين في ظرف اسبوع، ده حاجه كويسه جدا وكبيره جدا. منتخب تونس مش من المنتخبات القليله حتى لو بالصف الثاني بتاعه. وطبعا زي ما شفنا برضو الصحافه التونسيه طلعت هجمه المدرب التونسي ومنتخب تونس، لان طبعا الماتشات الوديه ديت كانت من ضمن برضو ضمن الفيفا، ماتشات الفيفا، وطبعا كان ليها برضو تصنيف.
فمصر برضو قدرت في الماتشين دولت ان هي تاخد نقط يزودها في التصنيف العالمي. وطبعا التصنيف دوت هينفعنا ان شاء الله في حاله التاهل ان شاء الله بنسبه 100% لكاس العالم. في موضوع القرعه، ان انت مصر دلوقتي بتحارب ان هي تحاول تدخل التصنيف الثاني علشان ما تكونش في قرعه كاس العالم اللي هتكون بشكل كبير جدا هيعتمد على تصنيف شهر نوفمبر، تكون مستوى ثالث. فاحنا بنحاول بقدر الامكان ان احنا نوصل للمستوى الثاني علشان تكون مجموعه كاس العالم تكون مجموعه كويسه لمجموعه مصر. مصر لسه قدامهم ماتشين في تصفيات كاس العالم المؤهله، سواء ماتش جيبوتي وماتش غينيا بيساو، وان شاء الله على الاقل مصر هتعمل لها ماتشين وديتين، ولازم الماتشين الوديين اللي مصر تعملهم يكونوا اعلى منهم في التصنيف علشان نقدر ان احنا نطلع بالتصنيف بتاعنا قبل قرعه كاس العالم بامريكا ان شاء الله. ألف مبروك لمنتخب مصر الثاني، وألف مبروك لمنتخب مصر الأول، وإن شاء الله بالتوفيق لكل اللعيبة وكل الأجهزة الفنية على جميع المستويات الأعمار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإن شاء الله أشوفكم في حلقة جديدة مع بداية رجوع الدوري المصري الإيجيبشن ليج.